السلام عليكم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. إلا سولت 10 ديال الناس منكم شنو هو النجاح بالنسبة لك، متأكدة غادي يكونوا عندي 10 د الإجابات مختلفين. كل واحدة شنو غادي يقول ليا. كاين اللي غيقول ليا الشهرة، كاين اللي غيقول ليا الفلوس، كاين اللي غيقول ليا هما بجوج، كاين اللي غيقول ليا نولد وليداتي وندير عائلة ونربيهم مزيان، كاين اللي غيقول ليا نكون مستقل في الخدمة ديالي وما نتبع حتى شي حد وما نخدم عند حتى شي حد. صراحة النجاح في الحياة كل واحد وكيفاش كيشوفه، شي حاجة اللي نسبية، كل واحد بالطريقة ديالو. ولكن واش هذاك يعني في أغلب الأحيان أن طريقتنا باش كنشوفو النجاح هي طريقة صحيحة؟ واش يمكن أنني نكون كنشوف النجاح بواحد الطريقة اللي غادي تخليني كنحس براسي فاشل فاش ما كنحققش هادوك المعايير؟ الوغ كو راه غير أنا اللي كنشوف النجاح بهذيك الطريقة. يعني هو في الحقيقة حتى إلا وصلت لداك الشي راه ما كنتسماش أنا ناجح. إلا فهمتوا الفكرة ديالي، وهي أننا أحيانا كنديروا لراسنا شي أهداف ولا شي معايير ديال النجاح اللي في الحقيقة ماشي حقيقيين وماشي هو هداك النجاح اللي خصو يكون عند الإنسان. نبدأ معكم أولا بمعنى النجاح. النجاح هو واحد الإحساس ديال تحقيق الأهداف، كنوصل لواحد الحاجة اللي أنا باغي نوصل ليها، هذاك هو النجاح. وكاع الناس ناجحين بطرق أو بأخرى، ولكن النجاح الحقيقي فينا هو فاش غنعرف مالي وما علي، وانا واش ناجح في شحال من حاجه اخرى اللي انا ما كنشوفهاش. يعني الا كنتي ام وعامله وزوجه وابنه واخت، واش هادشي انتي كامله ناجحه فيه؟ يعني نقدر نكون كنركز غير على واحد الجهه وكنخلي حوايج وحدين اخرين. كنركز على انني نكون كنخدم مزيان وكندير الفلوس وكنيجليجي انني نكون ام وانني نكون زوجة ولا. مهم هنا غير بديت باش نخلي عقلك يستوعب شوية شنو بغيت نوصل ليه. يعني راه النجاح في بعض الأحيان راه ما كيكونش في واحد الاتجاه وكنبقى غادا فيه، لا، راه يقدر يكون في بزاف ديال الاتجاهات، وخصني أنا كيفاش نلقى هذاك التوازن ما بينهم كاملين. وهذا لا يعني أنني خصني نكون مميز، يعني نوصل للشهرة ونوصل للغنى ونكون الفوق كما المجتمع بغاني، ولا كما المجتمع محط ليا دوك اهداف ديال النجاح. لان شحال من واحد دابا كيدير شي حوايج باش يوصل للشهرة وباش يوصل للغنى اللي الا جيتي تشوف الاصل هذاك راه ماشي نجاح. شحال من واحد لاباس عليه وشحال من واحد مشهور، ولكن في الداخل ديال ديك الشهرة وداك النجاح راه لا شيء. يعني الطريق اللي هو خدا راه بالعكس واش ضيعاتو، راه ماشي نجحاتو. اول حاجة بغيتها تعرفها اليوم ولا تعرفيها اليوم هي انه النجاح الاول اللي تيكون عند الانسان هو فاش كينجح بينه وبين اللي خلقه. علاش؟ حيت انا ديما كنقول واحد القضيه خص الانسان يعرفها ويفهمها. انا اصلا علاش هنايا؟ انا واحد الانسان كاين فوق واحد الكره ارضيه، اللي هاد الكره الارضيه كاينه في واحد لونيفير. انا علاش انا هنايا؟ اكيد كاين واحد السبب. اول حاجه انا هنا للعباده. انا راه هاد الهضره ديما كنقولها، هاد الحياه سي ان تيست، هذا امتحان. وإلا دخلت انا باش ندوز الامتحان وفي بلاصه ما نركز باش نجاوب، كنهز المنجاره والقلم الرصاص ونبقى نجر. علاش؟ حيت خصني يكون عندي قلم الرصاص زوين، حتى حد ما عنده بحال هاد قلم الرصاص كيكتب مزيان. خص تكون عندي واحد الحاجه اللي ما كاينش عند الاخرين، خص داكشي كله يكون منظم. دابا غير بشويه بشويه فاش كندخل الامتحان ياك ومدابزه على ان ادوات الامتحان يكونوا مزيانين، يعني عندي مقلمه مزيانه، مسطره مزيانه، عندي قلم الرصاص مزيان. ولكن الامتحان انا راه ما كنخدموش، ما كنكتب حتى شي حاجه في الورقه. كيفاش غادي يسالي هذاك الامتحان وانا الاهتمام ديالي كان غير الاشياء الاخرى؟ نوجد قرعه الماء ديالي نحطها حدايا، نشوف راسي واش مرتاحه، الكارطابل ديالي واش مزيان. ودابا غير منطقيا راه ما يمكنش انت هادشي كله كتوجد فيه مزيان ومقاد واو كاع داكشي عندك ناضي، ولكن الامتحان الورقه ديالك مازال ما كتبتي فيها والو. فات الوقت صافي بداو كيجمعوا الوراق، انت ورقتك شنو خاويه. ولكن الا جينا نشوفوا انت راه كان عندك احسن قلم الرصاص، كانوا عندك كاع الادوات واجدين، كان عندك كلشي مزيان باش انك تقدر تدوز الامتحان ديالك مزيان. انا هذه هي الطريقه باش كنشوف النجاح في الحياه. وانت ما كتشوفش النجاح في الاخره.
يعني انت بقيتي غير محصور هنا، ما مشيتيش تشوف ما وراء. دابا انت خدام باش دير الفلوس، باش دير عائله، باش مزيان، راه كلشي هادشي مزيان، ولكن راه هادشي ماشي هو لا فيناليتي، ماشي هذا هو الهدف الاخير اللي خصك تحط قدام عينيك. بغيت ندير عائله، ندير فيها طريقه للعباده، النيه ديالي تكون للعباده. بغيت ندير الفلوس للعباده، نتصدق منهم، ونعرف ان كل حاجه راه عندها طريقها الصحيح. وهداك الطريق الصحيح فاش كنشدو، راه الحمد لله، راه ما كتولي غادي في الدنيا خفيف. حتى حاجه ما كتغلبك، حتى حاجه ما كتقل عليك، لان راه النجاح الحقيقي راه هو غدا يوم القيامه، فاش غادي نمشي عند الله قدام الله ونتحاسب. راه ربي ما غاديش يحاسبني على شحال من فولوور عندي في تيك توك ولا انستغرام ولا فيسبوك، والفلوس واش كنت كندير بزاف ولا شويه. اكيد هادشي كله غادي نتحاسب على لي ديتاي ديالو، دوك لي فولوورز اش كنشارك معاهم، اش كان نقول لهم، هادوك الفلوس اش درت بيهم بيان سور. ولكن راه ماشي بغيت نقول لك باللي معيار النجاح اللي غتدخل به الجنه او النار هو واش نجحتي توصل قدا وقداد الفلوس، مزيان اذا انت دايز. واش قدرتي توصل هاد الشهرة كلها، مزيان انت دايز. اذن المقصد ديالي هو انه يقدر انت ولا انت حاليا كيبان لك النجاح ديالك في انك توصل للخدمه اللي بغيتي، وفي انك تحقق ذاتك، ولا في انك تزوجي، ولا في انك تولدي وليدات وتربيهم. ولكن راه خصك تعرف باللي النجاح الاول اللي خصو يكون في راسك وتبغي تنجح فيه هو علاقتك مع الله، هو شنو وجدتي للاخره في الدنيا. دابا فاش كنجح في هاد الطريق، وهاد الطريق ما غاديش نعرف انا واش ناجح فيها الا مشيت عند الله سبحانه وتعالى. ولكن راه نصلي صلاتي، نقوم بديني، ندير الدعاء ديالي، ونحاول ما امكن انني نكون مزيان مع راسي ومع الناس الاخرين. واي حاجه بغيت نوصل ليها نحاول نوصل ليها حلالا طيبه، حيت النجاح اللي كيكون وصلتي ليه بالغش اولا بالسرقه اولا بالكذوب، هذاك راه ماشي نجاح، هذاك راه فينالمون فشل. وما يغروكش المظاهر، وما يغروكش الناس اللي عندهم الفلوس وكيسحب لك انت، هادوك هما اللي واصلين. راه ربي هو اللي كيعرف شكون واصل وشكون اللي ما واصلش. الفلوس راه ما عمرهم كانوا سبب او لا وسيله باش اننا نعرفوا الانسان ناجح او غير ناجح. الفلوس، الشهره، كاع هاد الحوايج اللي كتخلي عقل الانسان كيبغي يفروح، كيبغي يدير المستحيل باش يوصل لهم. هذيك النفس كتبغي توصل لهذوك المواصل. شكون يكذب عليك يقول لك تعد ما كيبغيش الفلوس؟ هذيك راه سنة الحياة، غير هو ماشي على حساب النجاح الحقيقي، النجاح اللي غادي نكون فيه انا مرتاحه. وحتى لي ريزولطا ديك الساعات اللي كنشوف في حياتي راه كيجيوني بواحد الحمد لله بواحد راحه الضمير. نهار اللي كندير فلوس حلال، ونهار اللي كنجح، ونهار اللي كنوصل لشي حوايج، راه كنحمد الله وكنشكره. والانسان ما عمره يختار بنفسه ويقول انا اللي درت وانا اللي وصلت، لان ربي هو الرزاق. ها قارون كان عنده مال الدنيا، واش كان كيقول اوتيته بعلم مني، انا اللي وصلت لهذا الشيء، انا اللي درته لراسي. وكان كيخرج وسط القوم ديالو، حيت قارون كان في العهد ديال النبي موسى عليه السلام. فاش كان كيخرج في، وكاينين كاع روايات كيقولوا باللي راه زعما كوزان ديالو. وكان ديك الساعات فاش كيخرج كيهزوه في هذيك، عرفتوا داكشي بحال العماريه، كيحطوه تما وكيبقى يدور في الزناقي عندهم ديك الساعات وداكشي. كنعاود لكم زعما راه بحال كنت معاهم. لا دوكا كنقرا قصص بحال هادشي كيعجبني نقرا. فهو كانوا كيشوفوه الناس وتيقولوا واه شوف شنو عنده، واه الله يرزقنا من عنده، زعما الله يرزقنا زعما بحال داكشي اللي عنده. وسبحان الله راه كاينه في القرآن الكريم في سورة القصص، قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. شو اش قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. كيقول الله سبحانه وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دابا هادو اللي شافوه قالوا إنه وعنده الزهر هاد قارون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. سبحان الله الدنيا، راه أي واحد فيكم دابا غيكون كيسمعني غيفهم باللي سبحان الله الدنيا غادا غير بالصبر. الإنسان فيما كان صابر وتحد ما لقاها كيف ما بغاها، وكل شيء عنده واحد لوبجيكتيف باغي يوصل ليه، وفاش كتوصل لهداك الهدف ما كيبقاش مقنعك وكتزيد هدف واحد اخر وكتبغي توصل ليه. وإلا كنتي في الزواج بغيتي ترجع سيليباتير وكنتي ما عندكش ولاد باغي تولد، كنتي خدام باغي تجلس، كنتي جالس باغي تخدم. راه سبحان الله الا جينا نتأملوا في الطبيعة الإنسانية راه وقيلا هذا هو لو تيست ان الانسان لا يرتاح في مكان ما كيرتاحش الا اللي كيقنع وكيحمد الله وكيشكره في كاع الظروف ديالو. هذا ماشي معناه باللي هذاك اللي صابر وقانع وكيحمد الله باللي هو راه فرحان ومزيان، راه تا هو اللي جينا جلسنا معاه غادي يقول لنا وخصني وبغيت وخصني هادي. ولكن هو اختار اشنو؟ اختار انه يفهم الدنيا ويفهم انه لا بده يصبر وانه ما يبقاش غادي بهداك السيستم ديال خصني اي حاجه بغيتها نوصل ليها، لان راه فينالمون ما كتوصل الا لداكشي اللي وصلك الله. ما علينا نرجعوا. اش وقع لهاد قارون هذا؟ خسف به الله الارض، نعسو فاقو لقاوه تخسفات به الارض، يعني ما بقاش، مشى في حاله ما كيبانش. خسف به الله الارض هو ورزقو وفلوسو ودارو بكل شيء. علاش؟ لان قال لك هادشي مني انا انما اوتيته عن علم، انا هو اللي درت ووصلت لهاد الفلوس. وهذا الشيء كله الانسان راه كينسب اللي رزق الله. راه انت بغيتي الفلوس ولا ما بغيتيهمش كتبوا لك راه غادي يجيوك، بغيتيهم ما كتبوش لك ما غاديش يجيوك. هذا الشيء راه ما كنهضرش انا على الانسان باللي خصو ينوض يخدم يقلب على شنو يدير، اكيد انسان يدبز ويشوف شنو يدير، ولكن هذا لا يعني انني كنتكونسونطرا في واحد الفكره وكنخلي الحياة ديالي بائسة ما حدني انا ما وصلتش لداكشي اللي بغيت، اولا كنوض وكنحيد عليا كاع الجويه الاخرين اللي عندي في الحياه اللي خصني نهتم بهم وكنركز مع واحد الحاجه وكنقول هذه هي اللي انا خصني هذه نديرها، ولا انا ماشي انسان، انا لا اسمى ناجح. لا هادشي ما كاينش، لان انت كأم راه خصك تشوفي النجاح ديالك كأم، واش انت ناجحه ولا ما ناجحاش. انت كزوجه واش ناجحه ولا ما ناجحاش. انت واحد الانسانه كتخدم، واش خدمتك حلال ولا حرام، اشنو واش كاينه تما زعما المعنى ولا والو. أه كل واحد كيدير شي حاجه الا غادي يشوف واش كيديرها بالنيه ديال العباده والعمل اولا عنده شي نيه واحده اخرى. وانتي عندك بزاف ديال الادوار في الحياه، كاع الناس عندهم بزاف ديال الادوار في الحياه. يعني انا راه ماشي غير راه انا نقدر نكون زوجه، وانا ماشي غير مثلا ولا غير زوجة، راه أنا ابنة أيضا. واش والديا أنا دايرة معاهم اللازم، واش ناجحة معاهم، واش أنا يعني هاد شنو بغيت نقول لكم، أن الإنسان ما يفكرش في النجاح أنه حاجة وحدة غادي يوصل ليها. الحاجة الوحيدة اللي غادي نقول لك أنا ركز عليها ووصل ليها هي علاقتك بينه وبين الله، أن ما تخسرش آخرتك على ود دنياك. أنا هادي راه هذا هو الهدف الأسمى أصلا لاش تخلق الانسان مزيان. هذا حيدنا على جنب. فاش غنجيو نهضروا على الادوار، يعني انتي مثلا ام، زوجه، اخت، خاله، انا كنهضر نحاول ما امكن في هذه العلاقات ديالي نكون ناجحه فيهم. بيني وبين الله نكون ناجحه، بيني وبين راسي نكون ناجحه. يعني نحاول ناكل مزيان، نعس مزيان، نرتاح، ندير شويه ديال الرياضه، نعيش فواحد لو سيستم اللي كنقول انا ناجحه. وهذا الشيء باش ديرو راه ماشي سهل، وهذا هو العيب ديال المجتمع ديالنا دابا، وهذا هو العيب ديال السوشيال ميديا اون جينيرال، ان هذا الشيء الا كنتي كديرو راه لا شيء. هما بالنسبه لهم في المنظور ديالهم هذاك الشيء راه لا شيء، وهو راه واحد الحاجه اللي كتاخذ واحد لي فوق كبير. راه ماشي سهل تكون ناجح كأب ولا كأم، ماشي ناجح تكون سهل تكون ناجح كزوجة أو لا زوج، ماشي سهل تكون ناجح كابنة ولا ابنة، بينك وبين والديك، بينك وبين الناس، بينك وبين الجيران، بينك وبين هادشي راه من أصعب ما يكون. وتكون في الخدمة ديالك ناجح وغادي مزيان،
مع أن المجتمع ومع أن الناس راه كيطيحوا بيك، وكاين اللي حاسدك وكاين اللي غيران وكاين اللي قلب عليك على المشاكل، وراه غير باش تكون ناجح في هاد المحيط ديالك اللي يقدر يبان لك انت صغير ويقدر يبان لك راه ما كدير والو، فهذا راه اكبر النجاحات. لان راه ماشي ساهل تعيش وسط المسؤوليه، تعيش وانت عندك الهم ديال شحال من حاجه خصك ديرها وخصك توصل ليها وخصك تصرف على هادي وتصرف على هذا وعندك حوايج خصهم يداروا. لا هما تيجيو تيصوروا لك باللي ان النجاح هو انك تكون مشهور، انك تكون كتسافر. دابا حنا النجاح شنو هو؟ ان هذا اليوم هنا، غدا في الفلبين، بعد غدا في ميريكان، لا غد ليه في تايلاند. حنا هذا هو عندنا النجاح. كنشوفوا دوك الناس كنقولوا واو وصلوا نجحوا. الوغ كيفاش تجي تشوف الحياة ديال الشخص وانت غادي معاه في حياته، راه كتقول الحمد لله راه انا اللي ناجح. انا راه ما عمرني غادي ننسى جداتي جداتي يعني ماما فاش توفات الله يرحمها، غادي تكون واحد دابا 3 سنين واقيلا. هاد الجده ديالي انا النهار اللي توفات سبحان الله جاني واحد الاحساس. كنت في الجنازه وكنشوف الناس وكنشوف ولادها وكنقول شوف سبحان الله كيفاش هاد الانسانه عاشت واحد الحياه اللي كانت كلها عطاء. سبحان الله كنتفكر وعينيا كيدمعوا. عرفتوا دوك الجدات القدام اللي كتكون حياتها كلها معطيه للناس، والده تبارك الله 7 الوليدات مع راجلها، ما عمرها خرجت تخدم، ما عمرها قالت نوض تحقيق الذات، نوض اكيد راه ماشي هادشي راه ماشي سهل. وكيألمني كيزعجني الوضع فاش كنهضروا على هاد النساء كأنهن ما عمرهم نجزوا شي حاجه في حياتهم، ما عمرهم حققوا شي حاجه في حياتهم. لا يمكن. وديك النهار بقيت كنفكر في هذا الموضوع وكنقول كيفاش يمكن شي حد يجي يقول لي باللي هاد الانسانه هذه الله يرحمها ما كانتش ناجحه في حياتها. ما شكون هذا اللي عنده الجرأة يجي يقول لي هاد الانسانه ما كانتش ناجحه في حياتها؟ ماشي ضروري انني ندير الفلوس باش نكون ناجح، وماشي ضروري انني نكون مشهور باش نكون ناجح. هي كانت ربة بيت وعرفت تخلي آه، الشمل مجموع، وعرفت تجيغي وليداتها وعرفت تكبرهم وعرفت تربيهم الحمد لله طلعوا كاملين مربين متقين الله. واش هاد الخدمه كتبان لشي حد سهله ديال ان تحافظ على الشمل وتحافظ على عائله؟ راه واحد النجاح بحد ذاته. راه فين يبانوا ليه نجاحات وحدين اخرين؟ لان انت النجاح اللي كتحقق بوحدك، انا نقول لكم الفرق. انا بالنسبه ليا النجاح اللي كتحقق بوحدك تيكون نوعا ما انت كتحكم فيه. يعني في قرايتك مثلا كنقرا راه غندابز يعني المجهود كيكون عليك، ولكن راه النجاحات اللي كدير في وسط العائله ديال انك مثلا تكون في واحد الزواج بحال هكا وتربي 7 الوليدات وتكبرهم ويكونوا واكلين شاربين ناعسين فايقين، راه صعيب. حيت انتي تقدري تكوني مدابزه وكتبغي تزيدي لقدام وتبغي تربي، والراجل كيطيح بك والعائله الاخرين كيطيحوا بك، وشي كيحفر لك من هنا وشي كيحفر لك من هنا. يعني انا كنقول كاين فرق ما بين النجاحات اللي كديرهم في الكارير ديالك وفي الخدمه، وبين النجاحات اللي كديرهم وانت ما كتنتظر حتى شي مقابل. حيت الخدمه نقدر نكون كندير انا شي حاجه وعارفه انني غادي نشد واحد المقابل، ولكن النهار اللي كنكون مع العائله وكنكون مثلا كنربي سواء انت اب سواء انت راه ما عندكش واحد الغوتور ديك الساعات، ولا في الاخر الشهر غادي يجيو يخلصوك على داك المجهود ديالك. راه كدير داكشي وكتحتسب الله سبحانه وتعالى وكدعي الله يهدي لك دوك الوليدات. انا هادشي غير داتني الهضره وجابتني حيت كنهضر على الحياه والنجاح في الحياه اون جينيرال. ولكن اللي نبغي ناكد عليه ان ما عمرك تمشي للبلايص فين كيديك المجتمع وفين كيديوك لي ريزو سوسيو، فين كيديوك الناس بالهضره ديالهم. ايوا مازال ما خدمتيش، ايوا مازال ما ولدتيش، ايوا مازال ما تزوجتيش. هادو راه امور كاينه في الحياه، سنن ديال الحياه. النهار كتكون في واحد المرحله فيهم اكيد كيخصك دير اللي عليك باش انك تنجح. النهار تكون في الزواج دير ما عليك انك تنجح زواجك. النهار تكون والد تنجح تربيتك ووليداتك ان شاء الله يطلعوا مربيين ومهديين. تخدم بنيتك وتحاول تحقق افضل. ولكن قبل من هذا الشيء ما تنساش باللي هذا الشيء كله رزق. راه يقدر ربي يرزقك بالزواج ويقدر كاع ما يرزقك، ويقدر يعطيك الولاد ويقدر كاع ما يعطيك. غير انا خصني نفهم ان النجاح
نحاول بعدا ننجح في الادوار ديال الحياه اللي عندي دابا. انا مثلا دابا غير كنقرا تلميذه، غير في الجامعه كنقرا ولا في الليسي، ولا نحاول ننجح في داكشي اللي كندير. واش انا ابنه جيده؟ واش والديا في الدار كنعاونهم؟ نهز ابسط حاجه، نهز داكشي فاش كليت، نجمع بيتين، ابسط حاجه نحاول انني غير نكون كنعاون في الدار. مثلا انت شاب طموح يلا كتقرا، نحاول نعاون والديا في الدار اللي محتاجيني في الصخره. يعني ندير داكشي انا اللي غنقدر نديرو، حيت من هنا كيجي النجاح. والنجاح كيعطيك واحد، كترضى على نفسك، كترضى على راسك، كتقول ايوا الحمد لله بعدا انا راه عندي واحد الفائده كنديرها، كنعاون الناس، كنعاون والديا، نحاول ننجح في البلايص اللي انا فيهم. ماشي انا ما كندير حتى شي حاجه، نهار ما طالو انا في البيت الكاس نشرب منه ما نهزوش ما نغسلوش، وكنفكر الفلوس ونفكر الشهرة ونفكر انني بغيت نكون ناجح في حوايج اخرين ونوصل لهم. لان انت الا ما كنتيش ناجح في الامور الصغيره ما غاديش تنجح في الامور الكبيره، هذه راه سيو. وانا اول نجاح خصني نديرو هو نجاحي مع الله سبحانه وتعالى. انا ما قادرش تنصلي 5 د الصلوات في النهار، نصلي وحده تفلت ليا الاخرى والاخرى تجمع على الاخرى، ونكون انا كاع ما كنصليش من الاصل. دابا انا هادشي غنتحاسب عليه ديجا وما ناجحش فيه، ياك؟ امتحان داخله انا ندوز الباك، كندير تمرين 3 لا وتمرين 3 لا، وكيفاش غنجح؟ راه اللي كيدوز الباك راه كيكون بريباري قبل، كيكون جاي نهار الامتحان عنده كاع الادوات ديالو، كيكون موجد كلشي، كيجلس اطابل، تيبدا يخوي في الورقه، خصو هو يعمر ديك الورقه افون باش ربي غير نهار يمشي للمصحح يصحح ليه الورقه يشوف الغلط والصح، يعني يكون عنده واحد النسبه بعدا ديال الصحيح في ديك الورقه. وراه ديك هي حياتنا بعدا هنا في الدنيا مع الله سبحانه وتعالى. نحاول بعدا الخير نديرو فين ما لقيت، ونحاول ننجح، نصلي بعدا غير 5 د الصلوات ديالي، نصوم رمضان ديالي، ندير نبدا بحوايج اللي بساط في النجاح. النجاح ديالي هاد اليوم هو نصلي الصلاة في وقتها، اول نجاح بعدا ديالي، باش نهار يعني فاش يوصل الليل نقول الحمد لله بعد هذا النهار قدرت انني نصلي 5 د الصلوات في سميتو، ونعبر النجاح ديالي. اليوم اشنو درت، غدا شنو بغيت ندير، بعد غدا شنو بغيت ندير. والنجاح راه ما عمر كاين واحد الانسان يكون ناجح في حياته كيما بغى يكون، نعس اليوم فغدا صباح ناجح. النجاح ما كيجيش بين ليلة وضحاها، النجاح راه بحال الواد قطرة قطرة كيحمل. والنجاح باش كنوصلوا ليه هو اننا العادات ديالنا كنردوا لهم البال. وهذا ان شاء الله موضوع اخر غادي نهضر فيه. العادات الصغيره هما اللي يديروا نجاحات كبار. اليوم مثلا الهدف غير نقرا، ما نقراش صفحه كاع انا في القران، نقرا غير نص صفحه. هز واحد القران حط وحده تما فين كتصلي، ياك؟ وهز قرا غير نص ديال شحال من واحد دابا يقدر ما عمرو قاس القران. وما هاد الهضره ما كنقولهاش باش نحبط شي حد ولا نحطم الاحلام ديال شي حد، ولكن راه الانسان خصو يفهم باللي النجاح كيكون اولا راه بينك وبين اللي خالقك. راه ما يمكنش الله غير دابا منطقيا ربي سبحانه وتعالى كيعطي كل شيء، كاع دوك الحوايج الاخرين اللي بغيتي من بعد. مزيان، هاد الشيء نديرو حنا كنوع من الانانيه، يلا اجي كاع نحسبوها. ربي كيعطي كل شيء، ياك؟ الفلوس، الشهرة، اي حاجه بغيتيها في عقلك راه غيعطيها لك الله سبحانه وتعالى الا دعيتيه وكتبها لك. مزيان، وانا ما دايرش حتى لو مينيموم. وعباد الله لو مينيموم اللي قال لي سيدي ربي سبحانه وتعالى نديرو. ربي امرني نصلي 5 د الصلوات نصلي 5 د الصلوات، وامرني نصوم، امرني نقرا القران نقرا القران، ندير الخير نزكي. واخا ندير انا هاد الشيء وديك الساعه حتى الا طلبت اللي طلبت جات معايا، نهز ديك الساعات ديال السما ونقول يا ربي العاطي انت كتعطي، عطيني من رزقك وعطيني من فضلك وعطيني الفلوس وعطيني. وكل دعوه مستجابه، ما كتستجبش ما تستجباتش لك في الدنيا كتستجب في الاخره. اذا منطقيا الا جيتي تحسبها وتشوف راه بصح راه الانسان خصو ينجح مع الله باش ينجح في حوايج اخرين، في حوايج وحدين اخرين. المهم هضرت بزاف، بغيت نزيد نهضر وما غنساليش حيت انا عزيز عليا الهضره بزاف، ولكن بغيت نسالي بواحد الايه من سوره الكهف اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
هاد الآية نزلت في الكفار، نزلت في اللي كيعبدوا الأصنام، نزلت في اليهود، في النصارى اللي كيسحاب ليهم أنهم راه تيعبدوا الله وهما راه ضالين. الله إلا كتب علينا هاد الشي. غير هو أشنو بغيت نقول لك، أن قرا هاد الآية بتمعن ولا اسمعها بتمعن وحاول أنك ما تكونش، لأن تكون في الضلال لا يعني بالضرورة أنك تكون كتعبد الأصنام. راه تقدر تكون في الضلال لأنك أنت تكون مثلًا كدير شي حوايج اللي راه ما غيوصلوكش، يقدر النهاية ديالهم كتعجبك انت، الريزولتا كيعجبك انت، ولكن راه داك الشي ما كيوصلش. نشوف راسي، نحاسب براسي قبل ما يحاسبني الله، نشوف اش كندير، واش داك الشي اللي كندير واش غادي في طريق مزيانة. شحال من واحد كيدير الفاحشة والمنكر كينشر داك الشي وتيقول لك شجعوني انا راه غادي في الطريق المزيان، انا راه هذا هو اللي يحسب انه يحسن صنعا، كيسحب لي راسو راه كيدير شي حاجة، وشنو هو كينشر العرا والفساد وينشر سوء الاخلاق والانحلال وتيقول لك شجعوني راه كندير شي حاجة وبغيت نوصل وغادي ندير وكندير، وكيكون وكيكون فرحان تيسحب لي راسو ناجح. ايوا الله يهدينا كاملين، وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.